بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع تاع اليوم هي حاشاكم المراحيض في المدارس راهي كارثة. الأولياء ساكتين والإدارات ساكتين ويقولك ما عندنا ما نديرو، والولاة والوزراء يوقفوا على المطاعم تاع المدارس، ولكن المراحيض لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. حتى كي تروح الإدارة وتقولك ما عندنا ما راح نديرو، علاه ما عندكم واش راكم حديروا؟ ما على بالكمش براو هذاك هو مركز كيما نقولوا النظافة، كيما النظافة في الدار أكثر حاجة تتطلب النظافة هي المرحاض. كيما في المدارس حنايا يتهمنا الصحة تاع الولاد. كل مرة يجينا تسمم، المرة يجي كيما نقولوا ميكروبات ونقول ولادنا على واه مرضوا. قداهن حاجة راهي من حاشاكم المراحيض تاع المدارس راهي كارثة كارثة، سيرتو في الابتدائي. أنا ما نهدرش على المتوسطة والثانوي بقدر ما نهدر على الابتدائي. الابتدائي كاين ولاد صغار في التحضيري، كاين في السنة الأولى، في السنة الثانية، في السنة الثالثة، هذو كل راهم صغار وما يعرفوش ومازال لازم لهم وقفة. ما السنة الرابعة ولا الخامسة خلاص يعني راهم كبار ومسؤولين على رواحهم، ولكن باش تروح الإدارة وتقول لك أنا ما عندك ما ندير، لا، دير تنسيق ما بينك وبين أولياء التلاميذ. باش يعود تعود هذيك المراحيض تعود نظيفة. واحد سيدي معليش كيما مدايرين العساس حدا الباب اللي راقب شكون يدخل ويخرج، ديروا حتى حدا المراحيض اللي مثلا علموهم سيدي معليش. الطفل الصغير كي يدخل تاع سنة في عمره 7 ولا 6 ولا 8 ما يعرفش، هذا هو التعليم. نعلموهم النظافة، كيما نعلموهم النظافة نقولهم هزوا من الأرض، ما تخلوش الأرض فيها الأوساخ، الأرض فيها كذا كذا كذا. والمراحيض كيفاش هو الحل؟ والله يعني هي مشكلة كبيرة ياسر، لخاطر هذه المراحيض راهي تجيب الحشرات، تجيب الصراصير، تجيب الحشرات الطائرة. هذه الحشرات يعني انتم يعني في رايكم الحشرات اللي تجي من الفضلات وتجي من الأوساخ وتجي من الروائح الكريهة، يعني مش راح تنتقل للتلاميذ في المدرسة ولا في الأقسام ونقولوا التلاميذ نتاعنا راهم مرضى والتلاميذ راهم فيها تسمم وراهي كذا وكذا. يعني هذه ما تنتشرش الأمراض يعني على التلاميذ. علاه راكم ساكتين يا جماعة الإدارات؟ علاه راكم ساكتين؟ حتى توصل بهم لدرجة أنه ما كانش الماء في المراحيض، ما كانش العين ما كانش كما نقولوا الحنفيات مكسرة، الصيانة ما كانش، الماء ما كانش، يعني حاجة غراف، يعني كارثة. وساكتين، الإدارة ساكتين، وتلقى المرحاض تاع الأساتذة وتاع الإدارة يشعل شعيل نظافة، بصح تاع التلاميذ يقول لك أنايا واش راح ندير. كي جا وقت وهدرنا حنايا الأولياء، قالوا لي الأولياء رانا هدرنا مع الإدارة وقلت لنا حنايا واش راح نديروا، ولادكم هما اللي راهم يعفنوا، هما اللي راهم يوسخوا. هدي عامل نظافة، ديري منصب في المؤسسة عامل نظافة، كيما اللي راهي تكنس في الساحة وتكنس، ديروا لنا عامل نظافة. الأولياء يشتركوا ويديروا عامل نظافة. أنا جاني ولدي وقال لي يا ماما، قال لي يا ماما أهدري على الموضوع هذا تاع المراحيض راهي كارثة، أهدري ماما المراحيض وخليهم يبارطاجيو وتوصل حتى المسؤولين ويديروا حل. كيما حاشاكم العامل النظافة اللي راهي يجي نخرجوا في زبلتنا، والعامل النظافة راهي يجي ينظف في الأحياء، كيما اللي راهي تنظف في المدارس، كيما راهي كاين ذلك تنظيف تاع المراحيض. وفي الابتدائي أنا نهضر ماهيش في بلاصة أخرى، في الابتدائي لازم حل حتى التنسيق مع الإدارة والأولياء، ورانا مستعدين أن هذه العامل النظافة اللي راح يجيبوها يخلصوها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.